مازال، لانه فقط 3 دقائق اللي تعداو على نسمه في المباشر هي اللي انتشرت. الخطاب كان اطول من هذا واكبر من هذا واكثر اتهامات من هذا. اسمعوا هذه اللحظه الفارقه في التاريخ. هناك خطابات وكلمات تقعد في التاريخ ساعات. خطاب بورقيبه في اريحه، خطاب جمال عبد الناصر بعد الهزيمه ربما. استمعوا الى هذه اللحظات الفارقه من فضلك يا حمد. اسمع. قال له يعيشك ما عادش خضره راهي. قال له خذ اللي وصل سميه مجلس تاسيسي. بعد قال له حسيله ما تحبش نكمل لك. قال له شوف لي الدور سميه ناطق رسمي باسم الحكومه دي اللي فوق. قال له شوف لي اكل الكبه تاع البرودو سميها لي محرزيه. قال له الولد دخل معاه الخضار. قال له والكرم. قال له غنوش. حبينا نعطيكم هذا الخطاب وهذه الكلمة التاريخية أمام البارح في شارع حبيب بورقيبة. سلاح، هل هذه الدرجة ينجم الخطاب السياسي ينزل معناها في تونس؟ مايا لا تعتبره أصلا خطابا سياسيا؟ طبعا. أنا الحقيقة ما عنديش ما نعلق. نفس تبادل التهم، نفس هذا التمزق ويكون هو سيد الموقف. هذا اللي حقيقة أنا مقلقني ومزعجني كتونسي. خطاب كان هذا يزيد يكرس اكثر، يجرب اكثر. خطاب كيما هذا يزيد يكرس اكثر التفرقه ما بين الناس. معناها انا كنت نتمنى ان التظاهره هذه تاخذ بعد اخر. انا نقول لك ان هذا حق في التعبير ولا يستحق اكثر من هذا التعليق. انا افضل ان اتحدث في اوضاع البلاد. صحيح. وتحديات واحد البلاد فيها زاد تجاذب سياسي وفيها خطاب سياسي. هذا ما يوصلش الى مستوى التجاذب السياسي. هذا يوصل الى الشيء قلت لك ثقافه التاريخ. هذا يوصل الى الشيء قلت لك ثقافه التاريخ. نمر انا نحب نقول حويشه. نحب نقول حويشه. انت اليسار الفاسد انتهازي حق. انا الحقيقه ثم برشا كلام تقال وبرشا ناس تكلمت ما يسالش. انا ناس كل اناء بما فيه يرشح. كل اناء بما فيه يرشح. يا جدعان هو اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟